قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ضرب زيد عمرو. بيقول لك ان في رجل تركي، امير تركي، اراد ان يتعلم اللغة العربية. جاب مدرس في النحو. المدرس عايز يعلمه ايه؟ الفعل والفاعل والمفعول به. فقال له ضرب زيد عمرو. ضرب فعل ماض وزيد فاعل وعمرو مفعول به. وكل شوية لما يجي برضه يجيب الفائده يقول له ضرب زيد عمرو. الراجل التركي لا، ايه الحكايه ده؟ هو عمرو ده ملطشه يعني ولا ايه؟ يعني زيد ده كل شويه يلطش له وعمرو ده ما بيردش عليه. فسأل العالم ده، قال له هو يعني أبلغت يعني المهانة بعمرو أن يضربه زيد في كل مرة ولا يرد عليه زيد؟ قال له يا مولانا ده مجرد مثال، لا زيد ضرب عمرو ولا عمرو اتضرب ولا زيد ضرب ولا يحزنون، ده بس ده مثال بس بنقارب. المهم التركي دماغه صلب. ما احنا عندنا برضو مثل يقول لك ده دماغه تركي يعني ايه؟ يعني دماغه ناشف خالص. المهم ما عجبوش الكلام. قال له انت كده، ما انتوا كده كلكم بتاع سجن، وداه السجن. جاب عالم تاني قال له بقى قول لي بقى ايه ضرب زيد عمرو دي؟ هو بلغت المهانة عمرو ان يضرب كل يوم وزيد ده مش لاقي حد يربيه ولا يأدبه ولا الكلام ده. قال لي يا مولانا ده مجرد مثال. قال له انت هتقول كمان، وداه السجن. المهم سجن علماء النحاة او سجن النحاة بتوع مصر، وبعدين ارسل الى نحاة الشام. بعد دمشق بقى يجيب ايه؟ كم جماعة، كم واحد نحو من هناك. كان الخبر ظهر، يعني لما يسجن النحاة في بلد الدنيا كلها عرفت ان الوالي التركي ده سجن النحاة في مصر عشان مش عارفين يجيبوا جواب. لما بعت لعالم نحوي من دمشق، قعد العالم بقى النحوي جاي راكب على الجمل البريد، وطول السكه عمال يفكر اطلع من المطب ده ازاي؟ ما انا هدخل السجن انا كمان. ضرب زيد عمرو وبتاع. قعد يفكر. المهم اهتدى الى فكره. اول ما دخل فالرجل بقى ايه اللي هو التركي قال له بقى قول لي يا سيدي ايه ضرب زيد عمرو؟ هو يعني عمرو ده ملطشه؟ ايه زيد ده مش حد يربيه؟ قال له لا يا مولانا، ده زيد ده عمرو ده ارتكب خطيئه. الرجل التركي ده كان اسمه داود باشا. قال له بص يا مولانا، عمرو ده ارتكب خطيئة جسيمة يستحق عليها الإعدام، مش انه يتضرب بس. قال له ما هي؟ قال له سرق واو مولانا. ما هو داود احنا بنكتبها بواو واحدة، وهي بتتنطق او بالاصل تتنطق باتنين واو. لما تقول داود، دال ألف واو دال، طاووس طاء ألف واو سين. لكن احنا بنكتبها داود طاووس بواو واحدة. قال ده عمرو ده الأصل كان عمر، فلما سرق واو مولانا سلط عليه زيد ليعاقبه. فطبعا الوالي التركي بره مشانباته قال له عفارم عليك. قال له عايز ايه بقى؟ قال له ارجوك المكافأة بتاعتي تطلع كل النحال اللي انت طلعتهم من السجن.